السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. لا صوت يعلو على صوت منتخب مصر. طبعا كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، كلنا أمل إن شاء الله منتخب مصر يحقق البطولة دي. غايبة عننا بقالها تقريبا 13 سنة من 2010. كان جيل عظيم طبعا، جيل تريكا وبركات وعماد متعب وائل جمعة الحضري محمد زيدان جده. كان جيل عظيم وقدر يحقق البطولة دي 3 مرات، 2006 و2008 و2010، طبعا تحت قيادة الكابتن التاريخي لمنتخب مصر كابتن حسن شحاتة، ربنا يديله الصحة. فنتمنى المرة دي إن شاء الله مع روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي إنه يكون مجهز منتخبنا كويس جدا. طبعا في دور كبير جدا على القائد محمد صلاح. نتمنى ان هو يكون طبعا قد المسؤوليه باذن الله. اتبسطت ان هو خارج من الدوري الانجليزي، الدنيا تمام، متكيف وكيف الناس بصراحه هناك، يعني الدنيا تمام. الراجل كان بيلعب ماتش نيوكاسل امبارح، جايب جونين وضيع ضربة جزاء. أول ما ضيع ضربة الجزاء أنا قلقت شوية، قلت بس هيخرج بره المود والماتش هيتقلب وربنا يستر وليفربول ما يتغلبش والجماهير تشيله الطين فوق دماغه، لكن الحمد لله يعني ربنا كان مع محمد صلاح امبارح جامد. جاب جون سهلة من تمريرة من نونيز وبعد كده جاب ضربة جزاء، فكويس. وطلع هو على قائمة هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع هالاند 14 هدف، حاجة كويسة برضو جدا. فمحمد صلاح جاي فايق ورايق والدنيا متظبطة. ما دام الكبير متظبط يبقى هيظبط الكل إن شاء الله. أتمنى كل اللعيبة في منتخب مصر التوفيق، واللعيبة كلها تكون فايقة ومركزة. قدامنا خلاص يعني تقريبا 10 أيام على أول ماتش، يوم 14 بإذن الله مع موزمبيق. أتمنى إن الماتش خلاص بقى يعني خرجوا كل اللي عندكم، يعني كل لعيب لازم يبذل أقصى ما عنده عشان منتخب مصر. أنا شايف إن الفرصة إن شاء الله كويسة بإذن الله معانا. يعني أحسن لاعب في العالم، حتى لو ما خدهاش محمد صلاح هو أحسن لاعب في العالم. لولا العنصرية وحاجات كتيرة بتحصل في الجوائز دي واحنا عارفينها طبعا كلنا، لكن محمد صلاح بلا منازع هو أحسن لاعب موجود في العالم حاليا. هيفرق كتير طبعا الفترة الجاية مع ليفربول، ربنا يكون في عون كلوب. أكيد طبعا دماغه يعني هتنفجر، لكن يعني محمد صلاح يعني بصراحة هو الفترة الأخيرة يعني بيجيب أجوان، هو اللي بيصنع الأجوان، شفناه بيصنع امبارح إزاي، ما شاء الله عليه. فلا يعني هيفرق مع ليفربول كتير. لكن المهم طبعا دلوقتي منتخب مصر، فيا رب يكون التركيز كامل من كل اللعيبه الاساسيه والاحتياطي كمان، لان انت بتحتاج في البطولات دي مره واحده في ثانيه بتبص تلاقي لاعب اتصاب وفي لعيب لازم ياخد مكانه. فيا رب تكون اختيارات فيتوريا كلها في محلها. خلاص بقى هننسى بقى اهلي وزمالك حتى، يعني في شويه مش عارف اقول عليهم ايه، هلافيت الاعلام الرياضي يعني بيطلعوا لغايه دلوقتي بيتكلموا الاهلي والزمالك وخد مين من الاهلي. ما خلاص، ما هي خلصت الموضوع خلاص. احنا دلوقتي بنتكلم في مصلحه منتخب مصر، فما فيش اهلي وزمالك، فارحمونا بقى، يعني تقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت اتفرجوا وارحمونا من الحاجات الغريبه اللي انتوا بتقولوها دي. فيا رب التوفيق لمنتخب مصر باذن الله في الفتره الجايه، وهنتابع على طول اخبار المنتخب المصري يوم بيوم لغايه ما نبتدي كاس افريقيا باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. بشكر متابعيني دايما، ويا رب تكونوا سند ليا دايما على طول باذن الله في القناه. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.